دي حياتي وده الجحيم اللي انا عايش فيه بقالي فتره، واللي فجاه صحيت لقيت نفسي قاعد في نصه. الحكايه اللي بدات لما بنتي حاولت تقتل اخوها الصغير، لكن الرعب الحقيقي ما كانش في اللي عملته، الرعب الحقيقي كان في الحاجه اللي احنا اكتشفناها بعد كل ده، وان بنتي ميته من 6 شهور. لازم تعرفوا مين كانت سلمى. كانت شمس البيت، ضحكتها كانت بترن في كل حته في الشقه، وروحها كانت في اخوها عمر. انا فاكر في عيد ميلادها السابع جاب لها حصاله على شكل قطه وحط لها فيها كل مصروفه، وسلمى حضنته جامد وبتقول له انت احسن اخ في الدنيا. اول مره قلبي اتقبض فيها كنا قاعدين في البلكونه وفجاه عصفور وقع مات فيها. اي طفل طبيعي في موقف زي ده هيخاف ويبعد، لكن سلمى ما عملتش كده. سلمى راحت جابت خشبه وفضلت تحركه وتستكشفه بغموض غريب، غموض مش بتاع طفله. خلود قالت لي يومها يا مصطفى شفت عملت ايه؟ انا مش مرتاحه. وانا بكل سذاجه رديت عليها وقلت لها خلود ما تاخديش في بالك، ده طفله بتستكشف العالم يعني. بعدها بفتره لاحظت ان رسوماتها بدات تتغير، بعد ما كانت بترسم شجر وشمس بدات ترسم حاجات غريبه ونجوم ودايما اوض مظلمه. وفي يوم سلمى رسمت لنا رسمه كلنا، بس الرسمه كانت غريبه عشان كان فيها ظل واقف ورانا. بقول لها يا سلمى حبيبتي هو ايه اللي ورانا ده؟ قالت لي دي صاحبتنا الجديده يا بابا. ويا ريتني فهمت الاشاره بدري. بدات اسمع صوت اصوات غريبه جايه من الاوضه بتاعتها، كأن في حد بيكلمها، مش صوت عالي، لا ده صوت كلام واطي، كأنها فعلا في حد معاها. كنت بقول لخلود مراتي لما بتقول لي شوف اسمع، كنت بقول لها لا دي مجرد بتتكلم مع عرايسها، لكن الموضوع زاد، بقيت بسمعها بتتكلم وبتستنى رد. كنت بقوم بسرعه عشان افتح الباب جري، الاقيها قاعده على سريرها ومفيش اي نور، وتقول لي بكلم العرايس بتاعتي.